السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أكلمكم النهاردة في نقطة مهمة جدا. بالنسبة لكتير جدا بنلاقي تعليقات على النت اللي تقولك أنا عايزة مفروشات، واللي تقولك أنا عايزة أدوات منزلية، ترشحولي أروح المنطقة الفلانية ولا المنطقة الفلانية، ولا أسافر محافظة كذا ولا محافظة كذا. فأنا دايما كنت برد في التعليقات، أنا ما بقولش لحد تعالى لي المحل، أنا دايما برد في التعليقات بتعليق واحد دايما بقوله روحوا لأقرب مكان لبيتكم، أقرب مكان لمنطقتكم، هاتوا منه المنتجات اللي انتوا عايزينها. دايما ده وجهة نظري، دايما بقول. وسبحان الله بالصدفة امبارح كده لقيت منشور على الصفحات، واحدة بتستغيث، واحدة بتقول اعمل ايه، وكاتبة المنشور اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، اللي انا صورته وعملت سكرين لقطة شاشة عشان تشوفوه. كاتبة بتقول ايه؟ كاتبة بتقول يا جماعة انا جبت طقم حلل نيو فلام وطلع مش اصلي. اول حاجة هي جابت طقم حلل نيو فلام وطلع مش اصلي. تمام، كل حاجة وارد انك تجيبي الاصلي، وارد تجيبي التقليد، ما علينا. المهم بقيت اللي هي كاتبة ان هي متضايقة جدا، وما ينفعش ان انا ارجعه. اعمل ايه؟ انا نفسي اعرف يعني ايه ما تنفعيش ان انتي ترجعيه؟ يعني في جايبة منتج ومش اصلي، يعني ليه ما ينفعش ان انت ترجعي؟ قلت اقرا بقيه اللي هي كاتبه. فهي برضو كاتبه ان هي عروسه ومتضايقه ان هو مش اصلي، لان الطقم انا اشتريته غالي. طبعا انا ما اعرفش هي شاريه بكام، بس هي جايباه بتقول انا شاريه غالي. فطبعا في بعض تجار كتير بيبيعوا المنتج المقلد بسعر قريب للمنتج الاصلي، بس اقل حاجه بسيطه. وده سبحان الله يعني دماغهم حلوة قوي في النقطة دي. ليه؟ أولا هو لو باع المنتج التقليد بسعر ما هو شاريه اللي هو نص السعر، العميل أو الزبون هيشك فيه. يعني مثلا لو جايبة الطقم أبو 15 وقلتلك إن هو مثلا ب7,000، هو ما يساويش 6,000 حتى. خليه هو حتى قالك ب7,000، طبعا على طول هتقول المنتج ده تقليد. لكن هو من ذكائه بقى طبعا المنتج ده لو بيتباع في المحلات مثلا ب15، هو عامل لك اعلان وعامل لك بروجرام بقى هايل، ده انا هديهولك ب14 ونص، انا اقل سعر، يبقى انا المحلات كلها حرامية وانا اللي ايه اللي اسعاري حلوة والكلام ده كله. طبعا الزبون بيجري ورا السعر، ما يعرفش حاجة، وياخد العلقة التمن، سافر اخر الدنيا عشان السعر، وفي الاخر يكتشف انه اخد مقلب صح. ما علينا، نكمل اللي العروسة كاتبة. العروسة بتقول أنا متضايقة إن هو مش الأصلي، لأن الطقم شارياه غالي جدا. احنا قلنا ما نعرفش هي شارياه بكام، هي ما ذكرتش. ولما شفت الحلة ما خدتش بالي إن هو مش أصلي، يعني شافته هناك. والمهم قالت ايه الراجل، إن الراجل هيعمل لها مشكلة لو هي جت ترجعه. طب أنا نفسي أعرف هو يعمل لك مشكلة ليه؟ يعني دلوقتي انت اشتريتي منتج مش اصلي، هو يعمل لك مشكله في حاله واحده، لو انت شارياه اصلا وقال لك ان هو مش اصلي وانت اشتريتيه على كده. لكن لو انت اشتريتي الطقم ده وهو قال لك ان الطقم ده اصلي 100%، يبقى ده غش تجاري، ولازم ان انت تشتكيه، ولازم تاخدي الطقم وتروحي له. تمام. قالت انا اشتريته، بقى النقطه اللي انا بتكلم فيها اللي هي كانت في اول كلامي، قالت انا اشتريته من مكان بعيد جدا عن بلدي. طب وانت ليه يا بنتي الحلال تروحي بمكان بعيد جدا عن بلدك تشتريه؟ يعني انا عايزة افهم ليه يعني ما تشوفي مكان في بلدك موثوق فيه وتجيبي منه؟ ليه المنتج ده لو ما طلعش اصلي والمكان قريب ليكي هتروحي تبدليه، هتروحي تغيريه، هتروحي تديهوله وتاخدي فلوسك، وده من حقك لانه ما طلعش اصلي. تمام. لكن دي سافرت اخر الدنيا عشان بتدور طبعا على السعر اللي اتقال لها على النت. لا ده بكذا، فلقيته ارخص من محل كذا، اسافر اخر الدنيا اجيبه. طب اهو انت جبتيه تقليد، ومستبعده طبعا المكان ان انت هتروحي ازاي تغيريه في المكان البعيد ده. وقالت ان هو ايه مش هينفع يرجع، وهو الراجل اصلا مش هيرضى ياخده، ومانيش عارفه اتصرف واعمل ايه.
وهل الطقم ده هيبقى كويس في الاستعمال ولا لا. فانا تبصوا، انا هرجع للنصيحة الاولانية اللي انا قلتها. النصيحة الاولانية اللي انا قلتها: يا جماعة اشتروا من اقرب مكان ليكم موثوق فيه. هقول لك مثلا، خلي الطقم اقرب مكان ليكي موثوق فيه ازيد سيكة، حاجة بسيطة بس قريب ليكي المكان. قال لي يخليكي تتكلفي مواصلات، وقال لي يخليكي تتكلفي عربية، وقال لي يخليكي تضيعي يوم كامل سفر راحة جاية، وفي الاخر تشربي مقلب صح بجد. وخلي بالك، في حاليا على النت في حاجة اسمها ترشيح اماكن بالفلوس. شغلتهم دي، شغلتهم. واحدة تخش تقول أنا عايزة كذا كذا، انصحوني أجيب منين. تمام. في فريق مخصص دلوقتي شغلته وبيقبض على كده، إنه يخش يقولك هات من المكان الفلاني، ده المكان الفلاني حاجته ده هي حلوة، ده المكان الفلاني ده أقل سعر، ده المكان وكل ده غش يا جماعة والله. ومش على مجال الأدوات المنزلية، خلي بالكوا بس، ده حتى اللي بيسأل على الدكاترة، اللي بيسأل على كذا، يقعدوا يرشحهم ويعملوا، ما هم قابضين فلوس عشان يقولوا لكم ان الاماكن دي كويسه. وانت يا عيني يا غلبانه تصدقي وتروحي تجري. لا، ما تجريش ورا كلام على النت، ما تجريش ورا كلام على النت، وما تثقيش في حد. وعايزه اقول لك كلمه صغيره جدا: الغالي ثمنه فيه. المثل ده ما كذبش، الغالي ثمنه فيه. نصيحه بقولها لك لوجه الله: اشتري حاجه واحده احسن ما تشتري 10 حاجات تكون مشكوك فيها. انا في مجالي ده شفت حاجات كتير جدا، بس ما بتكلمش، اصل انا لو اتكلمت هطلع وحشه. هشوف محلات كتير جدا بتجيب شغل ما يساويش جنيه، وتقول لك ده ب5 جنيه، والناس تجري تجيبه عشان تفتكر ان لا ده موفر لي، لا ده مع انه هو اصلا ما يساويش جنيه. شغل مقلد نمره واحد، والناس تجري عليه. اقول الله يرزق الكل عادي، ما عندناش اي مشكله في حاجه. بس عامه كل واحد بياخد رزقه. بس انا كل اللي انا عايزه بس اقوله، مضمون اللي انا بقوله ده كله: اشتري من اقرب مكان ليك يا فندم، عشان لو المنتج اللي انت شاريه فيه اي حاجه تضمني ان انت تعرفي تبدليه، تعرفي تسترجعي المنتج. ما تخشيش تشتري من مكان يقولك صفقات وعرض اليوم الواحد وما عندناش استرجاع للمنتج والكلام ده كله. لا، روحي مكان موثوق فيه، بحيث المنتج ده لو انت شكيتي فيه او في اي حاجه تعرفي ترجعي له تاني. النهارده الجنيه بيجي بالصعب، ما بالك باي حاجه. النهارده طقم الحلل بالشيء الفلاني مش رخيص. ونصيحه من اختكم ام كريم، ويا ريت تتقبلوا كلامي واكون خفيفه على قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله.